فوز نادي الزمالك بسداسية على المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر. تأهل نادي الزمالك بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر عقب الانتصار الكبير على المقاولون العرب ب6 أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي من المسابقة المحلية، حيث جاء الهدف الأول من ركلة جزاء عن طريق زيزو في الدقيقة 17 بعد أن احتسب الحكم محمد معروف ضربة جزاء للفارس الأبيض لصالح المهاجم التونسي سيف اليكسيري. وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 40 بواسطة أحمد سيد زيزو من جديد بعد كرة مميزة من جناح الفارس الأبيض. ولم تمر سوى 3 دقائق فقط حتى نجح التونسي سيف الدين اليكسيري من إضافة الهدف الثالث للزمالك بطريقة مميزة. وبعد شوط أول انتهى بتقدم الزمالك بثلاثية في 45 دقيقة، كانت المتعة في الثاني ليسجل ثلاثية في 5 دقائق فقط عن طريق ثنائية لسيف اليكسيري وهدف صاروخي من محمود عبد الرازق شيكابالا. وجاء هدف سيف اليكسيري الثاني له في المباراة والرابع للزمالك في الدقيقة 51 قبل أن يحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدفا مميزا من صاروخية رائعة في الدقيقة 54، وعاد اليكسيري ليوقع على الهدف السادس في الدقيقة 56. وفي الدقيقة 76 استغل فادي فريد مهاجم المقاولون العرب خطأ دفاعي قاتل من الزمالك ليحرز هدف حفظ ماء الوجه. وتنتظر الزمالك مواجهة قوية في الدور نصف نهائي من بطولة كأس مصر أمام نظيره بيراميدز، والذي تغلب على البنك الأهلي ب3 أهداف دون رد أمس الاثنين. ولم يتم تحديد موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر حتى الآن. شكرا لكم على المتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.